هاي السلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتفرجوا فيا. اليوم جبت لكم موضوع ملابس المحجبات او البياسات اللي خصهم يكونوا عندك في البلاكار ديالك بما انك محجبه، او البنات اللي ناويين يتحجبوا وما عندهمش معلومات على الحجاب. جبت لكم بياسات اللي غادي تقدروا تلبسوهم مع بزاف ديال الحوايج ومع بزاف ديال الستيلات. قبل ما نبدا كنبغي نشكر اي واحد قال في حقي كلمه زوينه، شكرا لكم بزاف. وكنبغي نقول الناس اللي انتقدوني بطريقه فيها سب وشتم، يعني جريده ديال السبان بالمعيور، كنبغي نقول لك طالما انني عارفه راسي ما دايره شي حاجه خايبه، طالما انني عارفه راسي ما كان حتى شي حد، ما كنخرج على مجتمع، ما كنشجع على فساد، ما كنأذيك لا انت لا غيرك، فكلامك ما غاديش يحطمني. يعني واخا تكتبي 10 سطوره انت غتكتبي، واقل حاجه غادي ندير غنشد الكومونتير ديالك ونمسحو ولا نبلوكيك. علاش؟ انا ما قلت لكمش لا ما تقولوش عليا كلام خايب، قولوا غير زوين، لا بالعكس. ولكن ملي تبغي تنتقدي النقد اللي غادي يزيد بيا لقدام، لا انا ولا غيري، وغادي نعرف النقطه الخايبه اللي درت وغنعرف الحاجه الخايبه اللي درت، فماشي مشكل، عندك الحق تنتقدي. اما باش كتبي 10 سطوره كتسبيني وكتعايريني وكتهينيني وكلام دون مستوى، فاقل حاجه غندير لك نمسح كومونتير ديالك وبلوك، سهله. هذا غير كان توضيح لداك الناس اللي كيسبوك ويشتموا وكيسحبوا راسهم انهم عندهم الحق يهضروا بالطريقه اللي بغاو ويقولوا اللي بغاو. المهم ما نطولش عليكم ونبداو في الموضوع ديالنا. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنسيش ديري ديال لايك سبسكرايب اكيد الا عجبتكم. جبت لكم بياسات اللي غادي تقدروا تستعملوهم في بزاف د الحوايج بما انك محجبه، وجبت لكم الحوايج اللي خصهم يكونوا عندكم في البلاكار ديالكم وما يخطاوكمش. وانا غادي نعطيكم بياسات وكل واحد وذوقه. عجبك هذا الشكل سيري مع هذا الشكل، عجبك هذا الشكل سيري مع هذا الشكل، يعني انا نعطيك اختيارات بزاف وانت اختاري منهم. اول حاجه غادي نبداو بها هو الفولار. الفولار غادي نعطيكم 3 اشكال اللي خصهم يكونوا عندكم ضروري في البلاكار ديالكم. قبل ما نبداو الفولارات ضروري ما يكون عندك بوني ديال الشعر اللي كنديروا قبل الدره، ضروري ما يكون عندك. اول حاجه باش شعرك ما يبقاش يطيح بما انك كتلبسي الدره بزاف. ثاني حاجه باش ما يعذبكش في الزنقه، يبقاو هاد النويضرات كيخرجوا لك، شعرك تيخرج، يعني كتلبسي وكتلبسي الدره وتكوني مرتاحه في اللبسه. اول فولار هو هذا اللي تيجي بهذا الشكل، اللي كيكون الثوب ديالو رطب مريح في اللبسه. علاش سبقته هو الاول؟ حيت هذا الشكل عملي وتقدري تلبسيه طول النهار بما انك خدامه ولا كتقراي ولا عندك شي حاجه. اول حاجه مريح في اللبسه، ثاني حاجه ما تيعذبش في اللبسه، ما كيخنقش، ثالث حاجه ملي تبغي تلبسيه الدره اللي غتلبسيها في ظرف 4 ساعات غادا تلبسيه دغيا. ثاني فولار هو هذا الثوب ديالو شيفون، حتى هو خصو يكون عندك، حتى هو الثوب ديالو زوين وغادي تحتاجيه في بزاف ديال اللبسات بما انك محجبه غادي تحتاجيه وما يمكنش ما يكونش عندك. ثالث فولار خاصو يكون عندك هو هذا اللي كيجي الثوب ديالو ساطان. هذا غادي تلبسيه غير في المناسبات، عرس، خطبه، مناسبه، عيد ميلاد، شي حاجه، المهم هذا غادي تلبسيه غير في المناسبات، حتى هو خصو يكون عندك. دابا غادي نوريكم فولارات اللي يلاه ولاو كيبانوا ساهلين ودغيا كيتلبسوا في اللبسه، يقدروا يكون عندكم ولكن ضروري ما نذكرهم حتى هما في هذا الفيديو. اول فولار عندنا هو هذا اللي يبان دابا اللي كتلبسو البنت. هذا عجبني حيت فيه البوني هو الاول اللي غادي يغطي لك شعرك عاد الدره من الفوق، يعني ديك الدره اللي غتلبسيها نتيا في 4 ساعات وانت بقات لها باش تلبسيها، هذا غتلبسيه دغيا في ظرف دقيقه غتلبسيه. صراحه هاد الفولارات عجبوني، ضروري خصو يكون عندك شي واحد بما انك محجبه، يعني عود ما تلبسي فولار تبقاي مقاتله معاه واحد 4 ساعات، هذا تلبسيه في دقيقه، ساهل وزوين، صراحه انا عجبني. ثاني فولار معنا اللي هو هذا اللي كتلبس البنت دابا، هذا زوين دغيا كيتلبس بحال هكا، كدوريه صافي وكتخرجي، يعني ما كتبقاش مطوله عليك واحد المده وانت مقاتله مع الفولار، ها فين هنا فين هنا فين هنا، هذا دغيا. ثالث فولار معنا هو هذا اللي حتى هو
كتلبسيه البوني ديالو هو الاول، عاد الدره هي الثانيه، يعني جوج دروج دره وحده. يعني كون ما تلبسي هذه الاولى والثانيه والفنيتات وداكشي غير كتلبسي وكتخرجي. وحاولي ديما تشري الالوان اللي غادي يجوك مع بزاف ديال الالوان، يعني شري الابيض، الكحل، الكريم، البيج، يعني بداي بهاد الربعه ديال الالوان، وعاد شري داك الالوان نتي اللي كيجوك مع وجهك وتعجبوك، لحقاش هاد الالوان غادي تلبسيهم مع بزاف ديال اللبسات. ودابا غادي ندوزو للبوتيات ولا الحوايج الفوقانيين. واول حاجه خاصها تكون عندك هي تيشورطه بيضاء وكحله. عاد شوفي الالوان اللي انت كيعجبوك، حيت الابيض والكحل غتلبسي مع بزاف الحوايج. بغيتي تلبسي شوميز غادي تحتاجيها، بغيتي تلبسي فيست غادي تحتاجيها، بزاف الحوايج غادي تحتاجي تيشورطه بيضاء وكحله. ثاني حاجه هما البوديات اللي تيجيوكم بحال هاد الشكل، ضروري يكون عندك تاهما في الابيض والكحل، حيت تقدري تلبسي شي حاجه اللي مفضفضه من هنا ويبان لحمك من هنا، تقدري تلبسي شي حاجه غير هكا، تقدري تلبسي شي حاجه غير هكا. يعني ضروري ما يكون عندك بوديات كم في الابيض والكحل. عاد شوفي الالوان اللي انت كيعجبوك. ثالث حاجه خاصها تكون عندك هي الكارديغان، هي كيكون طويل في مره، هي كيكون متوسط. غادي نوريكم الاشكال واللبسات اللي تقدروا تلبسوا مع هذا الكارديغان. تقدري تلبسي مع صايه طويله، تقدري تلبسي مع جين، تقدري تلبسي مع سروال كلاس، تقدري تلبسي مع عبايه. وغادي نوريكم الاشكال. هانتوما هادو، يعني هاد الكارديغان غادي ينفعك غير ينفعك. رابع حاجه خاصها تكون عندك تريكو اللي كيجي بهذا الشكل، اللي تكون شويه اوفر سايز. بما انك محجبه غتقدري تلبسيه مع بزاف ديال الستيلات، تقدري تلبسيه مع صايه، تقولي صايه تجيك شي شكل ولكن راه كتجي فنه في اللبسه. تقدري تلبسيه مع جين، مع سروال كلاس، مع اللي بغيتي. خامس بياسه خاصها تكون عندك، اكيد الا كانت كتعجبك، الفيست اللي كتجي بهذا الشكل، اللي تكون شويه اوفر سايز ما تجيش مضيه. هذه تقدري تلبسيها مع بزاف الحوايج وغادي نوريك الاشكال. تقدري تلبسيها مع اللي بغيتي والستيل اللي بغيتي نتيا، يا كلاس يا سبور كلاس. واخر حاجه مونطو، هي اللي كيكون الثوب ديالو خفيف، هي اللي كيكون الثوب ديالو شويه ثقيل. هذا تلبسيه في الشتاء وهذا تلبسيه في الربيع في الخريف، يعني تلبسيه في الجو اللي ما تيكون ما سخون ما بارد. وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلبسوا العبايات، لكم افكار اللي تقدروا تلبسوهم في الشتاء وفي الصيف. اول عبايه عجبتني هذه اللي كتجي بالكيمونو ديالها، اللي صراحه زوينه وعجبتني. ولا كنتي كيعجبك تلبسي هذا الشكل صراحه غير خديه. البنات اللي كيلبسوا هذا الشكل هذا تيسطوني انا، تيحمقوني، ما عرفتش، ولكن كيجيو انيقين وشيك و ما عرفتش نعبر. او في الشتاء تلبسي عبايه سامبل وتزيدي عليها كارديغان اللي كيكون بهذا الشكل هذا، بحال اللي لبست هذه البنت. صراحه اللبسه كتجي زوينه وفنه. وتقدري تزيدي شي سكارف من الفوق مصوف سخون. هذه بالنسبه للشتاء. بالنسبه للصيف تقدري تلبسي عبايه سامبل تلبسي معها شي سنيسله وشي بغاسلي ومكانه وشي صاك زوين كلاس، وتجيك لبسه فنه طوب. يعني تزيدي عبايه سامبل تزيدي على اكسسوار ولا جوج مع الصاك مع الشوز اللي تلبسي، تجيك لبسه فنه طوب. ودابا غادي ندوزو للسراول. واول سروال خصو يكون عندك هو سروال كلاس كيجي بهذا الشكل هذا. هذا تقدري تلبسيه مع بزاف الحوايج، هذا ما غاديش يخطاك، يعني هذا تقدري تلبسيه الصيف والشتاء وتلبسيه مع بزاف الاشكال. وديما خدي كحل كري بيج بيض، واقل حاجه خاص يكون عندك شي 3. صراحه كيجيو فنين في اللبسه وكيجيو كلاس وشيك. لبستي معاهم سبرديله سبور كتجي زوينه، لبستي معاهم سبور كلاس كتجي زوينه. هاد السروال هذا غادي ينفعك بزاف بزاف. ثاني سروال خصو يكون عندك جين اللي تيكون اوفر سايز شويه، اللي اكيد ماشي لاصق لك على لحمك. هذا حتى هو غادي تلبسيه مع بزاف الحوايج، وضروري ما يكون عندك شي واحد، يعني بغيت نضيفو وصافي. ثالث حاجه خصها تكون عندك لا جوب طويله او الصايه طويله اللي كتجي بهذا الشكل هذا. اكيد الا كنتي كتلبسي الصايات كان كيعجبوك الصايات تقدري تلبسي مع بزاف الستيلات، يا كلاس يا سبور. وغادي نوريكم الستيلات ديال هاد الصايه طويله كيفاش كتجي. صراحه كتجي فنه وزوينه وغزاله، يعني كتجي انثويه وانيقه سواء المحجبه سواء الغير محجبه. ودابا غادي ندوزو للصبابط اللي خاصهم يكونوا عندك. انا غادي نقترح عليك وانتي ماشي بالضروري تاخدي كاع الصبابط اللي قلت لك. اول حاجه خاصها تكون عندك ولا خاصها تكون عند كل بنت، ولا اسمعني ما جاتكم الهضره والحديث غير دابا.
انا نعطيهم الكاميرا والميكرو خليهم يسجلوا براسي. بغيت نهضر عن المحادثه في السياسه والشؤون الداخليه والخارجيه دابا. المهم غنعطيكم بعض الضوابط اللي خصهم يكونوا عندكم، واكيد هاد الضوابط اللي غادي نذكر ما كنقولكش خديهم كاملين، انا غير كنقترح عليك شنو خصو يكون عندك في البلاكار ديالك اللي غادي تقدري تحتاجيه واحد النهار ولا ديما. ما كنقولكش خديهم كاملين. واول شوز معانا هي سنيكرز بيضاء، هذه غادي تقدري تلبسيها مع بزاف الحوايج، هاد التبرديله غتحتاجيها بزاف. ثاني شوز خصو يكون عندك هو هذا تشيلسي بوت، كيجي بهذا الشكل هذا فقيت البرد والشتا غتحتاجيه وغتلبسيه حتى هو مع بزاف ديال الستيلات وغينفعك بزاف. وثالث تبرديله كونفيرس اللي كتجي شويه طالعه، بما انك محجبه هذه تقدر تلبسيها مع صايه طويله، تقدر تلبسيها مع جين مع عبايه مع اللي بغيتي. يعني هذه حبيت نضيفها لانها صراحه كتجي زوينه وغزاله وقلت اكيد ما نشاركها معك. ورابع تبرديله هي هذه اديداس سامبا اللي صراحه زوينه وكتجي في اللبسه غزاله، وغنوريكم الشكال ديالها يعني غتنفعك بزاف. بالنسبه للناس اللي كيلبسوا شويه العالي غنعطيكم جوج خصهم يكونوا عندكم. كيتن هيل كتجي هكا دومي طالون اللي كتجي شويه عاليه، كاين اللي كتجي بالطالون كاين اللي كتجي بلا طالون. هذه الا كانت عندك شي مناسبه، عندك شي خريجه، شي بلاصه كلاس، شي حاجه رسميه، شي خدمه تحتاجي، سواء كنتي كتلبسي العالي سواء ما كنتيش كتلبسي العالي تحتاجي واحد النهار. وثالث صباط انكل بوت، هذا الا بغيتي تباني كلاس وشيك وفخامه. عرفتي داك الممثلات اللي كيبانوا الممثلات التركيات اللي كيبانوا في المسلسلات ديما تيكونوا لابسين هاد الصباط، يا مع صايه مع سروال كلاس يا مع جين. ما نقدرش نعبر كيف كيبانوا انثويين لواحد الدرجه وفخامه لواحد الدرجه ما تصورش. الا بغيتي تباني فخمه، بغيتي تباني انيقه، بغيتي تباني شيك، كنصحك بهاد الصباط. اكيد الا كان كيعجبك العلو شويه. حتى عندي واحد بحال هذا وكنت واحد المده طويله وانا مخبياه ما كنلبسوش، شريته جديد عمري لبستو خليته، ولكن ملي شفت البنات كيفاش كيلبسوه وملي شفت كيفاش كيجي في اللبسه غادي نجبدو وغادي نبدا نلبسو تماما، حيت صراحه كيجي فخم في اللبسه. نظن دابا قلت لكم اهم الضوابط اللي غادي تحتاجوهم يا في الصيف يا في الشتاء. ودابا غادي ندوزو للاكسسوار اللي خصو يكون عندك، واكيد السكن كيتحسبوا حتى هما مع الاكسسوار. واول صاك خصو يكون عندك الا بغيتي تخرجي شي خريجه كلاس، الا بغيتي تلبسي شي لبسه كلاس، هاد الصاك هذا كيجي بهذا الشكل ننصحك به، كيجي فن وكلاس وشيك. هذا غادي تلبسيه يا في الخريجات الزوينين، يا في المقابلات الرسميه، يا خدامه، يا كنتي في شي مناسبه. المهم هذا غادي تحتاجي. ثاني صاك وهذا اللي كيجي بهذا الشكل، ماشي بالضروري يكون هذا اللي تيكون شويه كبير، هذا غادي تحتاجيه في اغلب الوقت. يعني خدامه كتقراي غدا مسخره خارجه شي خريجه بسيطه خارجه، المهم هذا تحتاجيه بزاف، يعني غادي تلبسيه في اغلب الوقت. ثالث صاك هذا حتى هو تحتاجيه. هذا انا صراحه كنلبسو ملي كنكون غادا نتسخر ولا نشري شي حاجه، بحال ما نلقى هاد زميكه هنا وميكه هنا، داكشي اللي كنشريه كنديرو في هاد الصاك. ولا كنت خارجه شي خريجه ولا غادا نتسخر بالزربه ولا شي حاجه تلبس هذا. يعني حتى هاد الصاك غادي تحتاجيه في اغلب الاوقات ديالك. هذا غير الصخره والخريجات الخفاف، ولا كنتي قاريه ولا كان عندك شي حاجه غادي تحتاجيه بزاف. المهم هاد الصاك اللي ذكرت لكم انا كنشوفهم ضروريين. واحد غتلبسيه في الخريجات الكلاس، الا كنتي لابسه كلاس وشيك لابسه شي لبسه زوينه، ملي لابسه شي لبسه كلاس. واحد عاوتاني غتحتاجيه في اغلب الوقت. دابا غادي ندوزو للاكسسوار. الحاجه الضروريه خصها تكون عندك ولا غادي تزيدك لمسه على الحوايج ديالك هي السنيسله بحال هاد الشكل مثلا. يعني كنتي لابسه لبسه كتلبسي هاد السنيسله كتزيديها اكسسوار ولا جوج كتباني طوب. ضروري ما تكون عندك شي سنيسله ولا جوج. ثاني حاجه المكانه ولا البغاصلي بحال هاد الشكل مثلا، ضروري حتى هما يكون عندكم شي وحده ولا جوج. وبالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش ينسقوا ما بين الالوان او كيحيروا،
غادي نوريكم بعض الالوان وكيفاش نسقوهم مع الوان اخرى. مثلا الاحمر تقدري ديري مع الشيبي كيجي فن، الكري تقدري ديريه مع الغوز، تقدري ديريه مع الصفر، تقدري ديريه مع الاحمر. الكري كيجي مع بزاف ديال الالوان واغلب الالوان. الغوز بيبي تقدري تدخلي معاه المارون بحال هذا الشكل، المارون تقدري تدخلي مع البيستاج كيجي فن، الاحمر تقدري تدخلي معاه الغوز، تقدري تدخلي معاه الابيض كيجي تا هو فن، الزرق كذلك تقدري تدخلي معاه الكري، تقدري تدخلي معاه الشيبي، تقدري تدخلي معاه الغوز بيبي. بزاف ديال الالوان كتجي مع هذا الزرق. مثلا هذا اللون شكون كيجي فن، ما طيحلكش على بالك ولكن راه كيجي فن. يعني هاد الالوان الا دمجتيهم مع بعضياتهم كيجيو فخامه. كنظن انني شاركت معكم اغلب البياسات اللي خصهم يكون عندكم في البلاكار ديالكم. بطبيعه الحال كل واحد الستيل ديالو، كل واحد الذوق ديالو. كنتمنى نكون فدتكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وشي كومونتير اكيد الا عجبكم الفيديو وعجبتكم انا. باي.